الضغط على مصر بقى من كل الاتجاهات، وبالرغم من ان التحديات والضغط الخارجي على مصر بادئ من اول الحرب على غزة، الا ان النهارده مصر بتواجه تحديات جديدة ومعقدة جدا، وده اللي بدأنا نشوفه ونلمسه في الشارع المصري، والسبب ضغوط كبيرة من صندوق النقد الدولي. السؤال هنا بقى ايه التكلفة اللي بندفعها دلوقتي، وازاي بتأثر على السياسة وعلى الاقتصاد والسيادة المصرية، وازاي علاقتها بالصندوق بتعتبر اكتر من مجرد تمويل اقتصادي. ركز كده معايا عشان في تفاصيل مهمة جدا عايزك تعرفها في حلقة النهاردة. في البداية كده ان من ساعة احداث 7 اكتوبر وبدأت اسرائيل تتوغل جوه غزة لحد ما وصلت لمحور فيلادلفيا، وهنا العلاقة بين مصر واسرائيل وصلت لاقصى مراحل الخطر، وده لان الجيش الاسرائيلي احتل معبر رفح الفلسطيني وبقى على بعد امتار من الجانب المصري، وطبعا ده بيهدد اتفاقية السلام. المشهد ده غير شكل العلاقة بين مصر واسرائيل بشكل كبير، وحولها من مجرد علاقة متوترة بسبب دور مصر كوسيط في الهدنة لعلاقة بقت فيها اتهامات متبادلة ولهجة حادة أكتر، ووصلت لدرجة إن مصر بقت بتاخد إجراءات تصعيدية وبقت بتبعت قوات على الحدود، وبقى في تواجد ملحوظ للقوات المصرية في المنطقة المحظورة. وده غير إن مصر رفضت تتعامل مع إسرائيل لفتح المعبر لما وقفت دخول شحنات المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم، فكان رد فعل إسرائيل حاد جدا، وبدأت إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة إن هي تبدأ تتدخل للضغط على مصر، مش بس علشان تتعاون مع إسرائيل لفتح المعابر، كمان علشان تجبر مصر تفتح الحدود وتفتح سيناء لتهجير الفلسطينيين. الحقيقة ان امريكا ما كدبتش خبر، وبدأت بقى عمليات الضغط على مصر من اكتر حاجة بتوجع اي بلد، وهي طبعا الاقتصاد. فبدأ صندوق النقد الدولي يطلب شروط قوية من مصر مقابل ان مصر تقترض منه، وده ما كانش بيحصل قبل كده. والدليل على كده ان كان في مقترح لمصر ان هي تفتح سيناء للفلسطينيين مقابل تصفية الديون المصرية كلها، الا ان مصر رفضت اي مقترح من ده. فبدأت القصة كده. وخليني اوضح لك نقطة مهمة، ان صندوق النقد الدولي معروف انه مؤسسة مالية عالمية هدفه انه يدعم الاقتصادات اللي بتمر بأزمات، وعشان نكون حقانيين يعني الصندوق معرف الكل ان هدفه الاول هو الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، بس ده مش لله وللوطن، هو بيدخل فعلا يساعد الدول اللي بتواجه مشاكل اقتصادية كبيرة بتقديم قروض، لكن القروض دي يعني مش مجانية، بيكون قصادها تنازل من الدولة اللي بتقترض. لما مصر لجأت لصندوق النقد الناس شافت في ده امل لانقاذ الاقتصاد اللي بيعاني من تضخم مرتفع وكمان ديون متراكمه وتدهور في قيمه العمله، لكن في المقابل صندوق النقد طلب شروط معينه، والحقيقه ان الشروط دي كان برضه الغرض منها هو الضغط على مصر، لان حسب تقارير منشوره من موقع صندوق النقد الدولي الشروط دي كانت شروط صارمه مصر لازم تلتزم بيها علشان تاخد القرض اللي هي محتاجاه، زي خفض الدعم على السلع الاساسيه وتخفيض قيمه العمله المصريه علشان تجذب استثمارات اجنبيه. المفهوم نظريا كويس، لكن في الواقع الاجراءات دي اثرت على كل المصريين بشكل كبير، والنتيجه كانت ارتفاع في الاسعار والضغوط على الحياه اليوميه. زي مثلا خليني اقول لك واحد من الشروط الاساسيه اللي طلبها الصندوق انها كان سياسه التقشف. مصر بدات ترفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وده خلى الاسعار تزيد في حاجات اساسيه الناس مش ممكن تستغنى عنها، يعني كيلو اللحمه بقى بيوصل لاسعار خياليه 300 جنيه و350، وكمان اسعار الخضار والفاكهه بقت بتزيد بشكل سريع جدا. عندك كيلو الطماطم وصل 30 جنيه، وغيرهم العيش ان الرغيف وصل 3 جنيه، وده خلق ازمه في القدره الشرائيه للناس، ومع الوقت بقت الحياه اصعب بكتير. في نفس الوقت قيمه الجنيه المصري انخفضت بشكل كبير قدام الدولار، وده اثر بشكل مباشر على القوه الشرائيه للعمله، وده ادى برضه لزياده تكلفه استيراد السلع الاساسيه. عشان كده كتير من المصريين حسوا ان هم مش قادرين على مواجهه الزياده المستمره دي في الاسعار. الارقام بتقول ان معدلات التضخم في مصر حسب تقرير البنك المركزي المصري وصلت لمستويات غير مسبوقه في ال20 سنه اللي فاتت، وده بيرتبط بشكل مباشر مع شروط صندوق النقد. فانت عندك غلاء الاسعار سواء كهرباء او بنزين او حتى سلع اساسيه ناتجه من الضغط الدولي الكبير على مصر علشان مصر رافضه فتح سيناء لتهجير الفلسطينيين. وهنا بقى ندخل على نقطه حساسه اكتر، وهي هل فعلا علاقه مصر بصندوق النقد الدولي بقى فيها ضغوط سياسيه؟ بمعنى هل القروض والشروط الاقتصاديه دي ممكن تخلي مصر تاخد قرارات سياسيه غير مستقله؟ خليني اقول لك ان صندوق النقد فعلا بيضغط على مصر لكن بطرق غير مباشره علشان تقبل بمخططات معينه. تقول لي ازاي؟ هقول لك زي مثلا اعاده توطين الفلسطينيين في سيناء، وده على فكره خوف مصريين كتير لان مصر ممكن تقبل بتنازلات علشان تقلل الضغط ده، الا ان الحكومه المصريه طلعت ونفت الكلام ده وقالت ان مصر مش هتقبل باي حال من الاحوال تصفيه القضيه الفلسطينيه مهما كان الثمن. فالناس اللي بتقول فين مصر من الليله دي، مصر برضو بتدفع الثمن هي كمان وبتحاول تقف على رجلها وبرضو متمسكه بدعم القضيه. يعني اللي احنا عايشين فيه ده من غلا وجنان في الاسعار بسبب ان مصر واقفه مع القضيه. واخر مثلا الحاجات
الحاجات دي كان مقدمة مقترح للهدنة لوقف الحرب. مش كده وبس، انت عندك كمان موضوع سد النهضة. مصر بقالها فترة طويلة بتحارب على حقوقها في مياه النيل بسبب السد اللي اثيوبيا بتبنيه المعروف بسد النهضة. ولو بصينا لموقف مصر هنلاقي ان هي دايما بتحاول بكل الطرق ان هي تضمن تدفق مياه النيل بدون اي مشاكل، لكن مع ضغط الاقتصاد في ناس شايفة ان مصر ممكن تتجنب اتخاذ موقف قوي ضد اثيوبيا عشان ما تخسرش دعم او تمويل دولي. زي ما وضحت جريدة الاهرام في مقالتها، الموقف المصري من السد بيعتمد على عدة عوامل سياسية واقتصادية، واي تدخل من اطراف خارجية ممكن يكون ليه تأثير سلبي. ده غير انها سياسة ضغط تانية على مصر باثيوبيا عشان يمنعوا المية عن مصر، وانت عارف ان اكتر من 90% من استخدام مصر للمية معتمد على النيل. فلما تيجي انت تدعم اثيوبيا اللي هي بتحاول تمنع عنك المية، فانت كده بتخنق مصر. والدليل على كده ان في دعم اسرائيلي لاثيوبيا، وده اللي مقوي اثيوبيا ومخلي كل المفاوضات بينهم تقف. وده بيأثر على مصر في الاقتصاد والبيئة والزراعة، لان محاصيل كتير هتقل زي الرز والقمح. ده غير المصاريف الزيادة اللي مصر بتصرفها علشان تعوض نقص مياه النيل بمحطات تحلية وغيرها. وكل ده يودينا للسؤال المهم، هل بقت السيادة المصرية كده في خطر مع الوضع الاقتصادي اللي فيه اعتماد على القروض الخارجية؟ ناس كتير من المحللين زي الكاتب السياسي في صحيفة المصري اليوم شايفين ان الاستدانة من الخارج بيزود من مخاطر التدخلات الأجنبية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر زي ما شرحنا. بالرغم ان صندوق النقد بيصرح دايما ان اهدافه اقتصادية بحتة ومش سياسية خالص، الا ان التجارب السابقة لدول تانية بتأكد ان في بعض الحالات الدول اللي بتستدين بتلاقي نفسها تحت ضغوط سياسية، فما ينفعش تستبعد حاجة زي دي. في النهاية العلاقة بين مصر وصندوق النقد علاقة معقدة جدا وتفسيرها كبير جدا وفي شرح اكبر من كده، لكن حاولت اختصر لكم المفيد علشان تكونوا على دراية بكل اللي بيحصل. وبرضه حابة اعرف رأيكم في الكومنتات، هل هتقدر مصر توازن بين الحصول على الدعم الدولي وبين الحفاظ على سيادتها واستقلالها؟ بس انا كده خلصت. ما تنساش بقى تعمل اشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو ده وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اول باول.